الدار ما كنتش انا في الدار، كنت في الخدمه ومحول حيت وقع داكشي اللي وقع داها للسبيطار ديريكت، داها للسبيطار ومحيت داها للسبيطار. هو في السبيطار عيط ليا في التليفون، عيط ليا في التليفون وصفت ليا اللي يجيبني من الخدمه اللي عنده. وانا سيدي هاد السيد راه غامظلوم. ولكن البنت شكون اللي حرقها؟ البنت راه تحرقت في يديها حيت كانت هازه واحد المقراش كان سخون ومحروق في يديه، راه كاينين تاع عند البوليس، وهزاتو في يديها ومسها في رجليها حتى هو. وهي اللي الطيحه اللي عندها في السنين ديالها راه كطيح ليا في الطواليت واحد النهار، حيت عندنا ديك الطواليت ديالها، ديك الطواليت باش ماشي ديال عطرق، عندنا طواليت كطلع فوق منها، وزعما درت ليها الكلاس، كنقول لها دابا دير شي حاجه ديرها في الكلاس، وان هي ما كتبغيش، كطلع ليا فوق الطواليت تماك فين طاحت داك النهار وسنانها دخلوا ليها في اللحم. المهم راه هي طاحت يد لي من الدروج داك النهار، طاحت لينا من الدروج. ما حاولتوش ديها للسبيطار؟ البنت كتحرك كتاكل كتشرب كتلعب، وواقيلا واش ديك الضربه اللي في الراس هي يلاه اثرت عليها ولا ما عرفت. المهم راه داك النهار فاش تخفات داها للسبيطار ديريكت، هي تحرقت في يديها وسط يديها، هي راه هزات المقراش، راه المقراش محروق كاع في يديه، وهزات المقراش ومسها حتى في رجليها فوق رجليها. هاد الزروقيات اللي فيها راه كيطلعوا فيها بعد دوك الزروقيات، راه حتى انا كيطلعوا ليا في يديا بعض المرات. راه دخل راجلي دخل على داك النهار قال لي علاش هاد البنت كتكون لي مزرقه بحال هكا. انا يلاه هادشي يلاه حسيت بيه، حيت قال لي هاد الناس راه عندنا متعوده في هاد العماره، وانا ما فراسناش هادشي. وهي تضل حدا الباب سميتو تضل في الباب، حيت انا ما كنخليهمش يخرجوا. راه هي قلت لك راه طاحت من الدروج، وراه قلت لك بعد المرات هاد الزروقيه كتطلع فيها غير هكاك، ما عرفنا. حتى انا فيديا راه طلعت مني شحال من مره، وكانت فيها الحكه ديال هذاك الشيء وما عرفت مناش. لا واش لا اخو هاني واحد النهار تحرق في يديه، تكب عليها تاي. علاش ما مات؟ هو داوها للسبيطار نهار الثلاث، نهار الثلاث في الليل. شحال جلست في السبيطار؟ وتوفات البارح في الصباح. يعني جلست يومين. التشريح الطبي مازال ما قال لنا البوليس والو. والطبيب شنو كيقول لك؟ الطبيب شكون كاع اللي غيهضر معاك، الطبيب كتمشي كيهضر معاه كيفوتك، ما كيبغي كاع. حتى البارح فاش قلت ليه بنتي كيبقات وكيفاجئني بلي بنتي مات. ايه لا مشكل، حتى شي مشكل ما كاين بينه وبين راجلي، عايشين بخير وعلى خير، وكيعاونوا وليداتي في قرايتهم، وما كاين وكيجي من الخدمه عيان، وما كيدخلش ينعس، حتى كيخرج معاهم التمارين ديالهم ويقرا معاهم شويه، ولا سميتو الا قمتو كاع مره كيخرجهم يدير بهم الجرده هنا، يمشيو يلعبوا واحد شويه يقابلهم ويجي بما ندير لهم انا العشاء. الا كاينه في الدار انايا كيخرجهم كيلعبوا شويه وكيرجعوا. البنت كي كان كيعاملها الراجل؟ كان كيعاملها مزيان بحال بنته اكثر. تقول واش كيفضلها على الاخرى؟ قلت لك داكشي اللي كاين، هادشي غا كذوب، حيت انا هذاك الراجل داكشي اللي كنعرف فيه ما غاديش نقول ليه هو اللي قتلها، الا شفت بعيني ما غنتيقش. هما دابا لا ما مبليش، هو اصلا خدام وكيقرا، ما مبلي ما كيشرب ما كيكمي، ما تقولش مبليه فيه. باقي كيقرا؟ ما عرفت وداش داكشي سميتو كيقرا، ما هو كيقرا غير في الطابليت ديالو. راه هاد اليامات نيت عنده الامتحان ما مكتابينش ليه في الرباط. هذا الراجل هو اللي هزني انا وليداتي من نهار فاش تزوجت به، هو اللي هزني. انا كنت غير في تماره انا على وليداتي الاخرين، كنت غير في تماره من نهار فاش طلقت، كنت غير في تماره في الفيرمات في كي الشتا كي الصيف، حتى تلاقيت معاه هو هزني انا ولادي. كنتعاونوا على الزمان انا وياه، حيت كاريين غاليين ديما كيعاملها مزيان. ما عمرو زعما حط عليها يديه ولا هادشي غا كذوب. توقع داكشي هاد اللي اش فيه غير قوه الكذوب. انا بنادم كينعاش معاك في الدار